بالمعنى وبالاحساس اللي شرحه احمد فتحي. يعني عارف الاغاني الواحد ممكن يسمعها، بس لو تخيلت نفسي في الحاله اللي انت فيها ده انا يعني كنت انهار. مش هو ده اللي حصل فعلا. كلام الاغنيه مهم جدا جدا، لخص حاله. لو حشت صوره هيهدوا هد، احساس بجد باني هوصل من غير ما قلبي يساعده حد، بس انا بصراحه قلبي يساعده ناس، يعني مش هقدر يا رب يخلي لك كل اللي حواليك. بصراحه. هتكمل حلمك بس مش عايز حد غيرك يدفع الثمن. مراتك بقى ساعة فجأة، طبعا هي واحدة ست قاعدة هنا جوزها بيشتغل بره، فجأة لقيته بيكلمها بيقول لها أنا بحلك من أي ارتباط. ايوه بالظبط. انهارت طبعا. لا، قالت لي وانا معاك. لا اهي 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 نسرين هي بتتضايق ما بتفتكر الفتره دي. قالت لك وانا معاك. ايوه قولا واحدا كده. قلت لها انا هرجع، مش هعمل حاجه تاني، انا ما اعرفش هنعمل ايه، فانا بحلك، يعني انا هكمل قرار واخده. فقالت لي وانا معاك. قلت لها اوكي. انا متخيله طبعا وانتوا الاثنين بتعيطوا. ايه؟ وانتوا لا الاثنين عادي. بتعيطوا. لا ما كناش بنعيط ولا حاجه. هي بتعيط دلوقتي بس انا في اللحظه دي ما كانش كده. ممكن يا نسرين استاذنك تيجي تقعدي معانا؟ اتفضل. انا كنت عايزه اعيط. انا سمعت من اول كلام ينتهي. دي قمر جدا، جوز قمر ما شاء الله. اتفضلي يا نسرين. ما كنتش عايزه اعيط. على فكره ده مش نكد، ده مش حزن، دي تجربه الدنيا. يعني هي دي الانسانيه بجد، ان الواحد يفتكر انه في اصعب لحظاته ممكن يلاقي الفرج، في اضيق الاوقات الفكره الصح هي اللي تجيله. بالعكس جوزك كلمك بقى وقال لك ايه؟ هي ما كانتش ولا هو كان بيعيط ولا انا بعيط. هي بالعكس كان عاقل جدا وانا عادي. يعني انا كنت طول الفتره وهو هناك ما بحاولش انقل له الحزن بقى اللي انا عايشاه هنا. يعني انا كان مجرد ان هو بيعمل كده ده تعبني. انت كنت زعلانه ان هو مش بيعمل الحاجه اللي بيحبها. لو انت بتحبيه من امتى بقى يا نسرين؟ لا ده صدفه. لا جوزنا صدفه والله. يعني كسرت الحاله الرومانسيه اللي الناس قاعداها دلوقتي. بس انا اقول لحضرتك على حاجه. يعني انا صاحبي عديل، يعني احنا الاثنين متجوزين 2 بنات اخوات. فمن هنا تعارف عادي، ولكن تحول يعني من جهتي لحب كبير. ما اعرفش ظروفها ايه. ما تعرفش ظروفها ايه. وانا مش مصدق هي بتحبني ليه بصراحه. حاجه غريبه والله. بتحب يعني غريب. ربنا هو اللي بيألف القلوب طبعا. لا هو سر من اسرار ربنا. نعم. انه يخلق الحب ده الساحر ده المعجزه دي ونعيش بيه بالظبط. فانت كنت قاعده يا عيني زعلانه ان هو مش سعيد ومش راضيه تتكلمي. يعني انا مش بحب افتكر الفتره دي، لاني بحس انا السبب في المسؤوليه اللي انا حطيتها عليه وقتها، هي اللي خليته يعمل كده. ساب حلمه وساب كل حاجه بيحبها، وهو يعني كان عايش هناك فعلا متعذب، مش حابب خالص اي حاجه هناك، ولا الشغل ولا الدنيا ولا اي حاجه خالص. فكان احساسي ان انا السبب، فعشان كده مش بحب افتكر الفتره دي خالص. طب ولما قالك بقى انا جاي انت كان من باب الجدعنه والاصول والزوجه، ولا انت كنت بجد مستعده انك يعني تضحي بحاجات كتيره جدا؟ بجد، لان هو اصلا بعد ما رجع كانت يعني هي المعاناه ابتدت بعد ما رجع. كان في ايام بعديها اصعب بكتير بقى من وجوده هناك. قعدنا فتره ما فيش شغل طبعا، واتعرضتي بقى لمواقف كتير. عرفتي مين اللي وقف جنبك، مين اللي ما وقفش جنبك. كانت الليل اللي بعد كده هو اللي كان اصعب.